المسرح ياما عشنا وشفنا فيه، والناس عبارة عن مشاهد فيه وفيه. افتح ستارة حلم واقفل عالكابوس، الدنيا مسرح واحنا واقفين في الكالوس. لكل واحد دور وكله ليه حكاية، لسه اللي جاي كتير ما خلصتش الرواية. وانت البطل في كل مشهد كل يوم، زي الحياة لو يوم وقعت لازم تقوم. بنعيشها وبنعيش جواك، ولا سابنا في يوم ولا سبناك، وتعدي سنين. مسرحنا حياة ولا نعرف أبدا ننساه، تأثيره كبير سوا عشناه في قلوب ملايين. المهرجان القومي للمسرح المصري، المهرجان القومي للمسرح المصري. على مدار 6 أيام متتالية من 7 وحتى 12 من يوليو، عاشت محافظة الدقهلية عرساً مسرحياً استثنائياً ضمن فعاليات الدورة 19 للمهرجان القومي للمسرح المصري هنا في مدينة المنصورة، منبع العلم والثقافة والفنون، واللي أثبتت خلال الأيام الماضية إنها قادرة أن تحتضن حدث ثقافي كبير بالشكل المشرف اللي شفناه. لقد اخترنا المنصورة لتكون أولى محطات الدورة 19 قبل افتتاح المهرجان في القاهرة، إيماناً منا بأن المهرجان القومي للمسرح هو مهرجان لكل المصريين، وأن مستقبل المسرح المصري بين أيد تستحق كل الدعم والثقة. بمنبع العلم والفن، فأثبتوا أن الدقهلية ليست مجرد أرض، بل هوية وقيمة وإرث. عاشت مصر بأهلها الطيبين، واحة للأمن والأمان، منارة للعلم والثقافة والفن، عزيزة عصية على كل معتد أسيم، تحت راية قائدها الملهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد القدوة والمثل، حفظه الله ورعاه. منذ أن أطلقت وزارة الثقافة المهرجان القومي للمسرح المصري وانطلقت دورته الأولى عام 2006، رسخ المهرجان مكانته باعتباره أحد أهم المنصات الثقافية والفنية في مصر، والحدث المسرحي الأبرز الذي يجمع تحت مظلته مختلف روافد الحركة المسرحية. سيظل المسرح بما يحمله من رسالة إنسانية وثقافية فضاء للحوار والتفكير، وحاضناً للمواهب، ورافداً أساسياً من روافد القوة الناعمة المصرية، وداعماً لدور الثقافة في بناء الإنسان وصياغة مستقبل أكثر وعياً وإبداعاً. فإنني في الختام لابد أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى محافظة الدقهلية وإلى معالي المحافظ اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على ما قدمته المحافظة من دعم وتعاون كان لهما بالغ الأثر في نجاح هذه التجربة. كما أتوجه بالشكر إلى جميع الجهات التنفيذية والمؤسسات الثقافية التي شاركت في تنظيم الفعاليات واستقبال ضيوف المهرجان. وأتقدم بخالص الشكر إلى الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري